أهلا وسهلا البنات العمات الخالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. نهار جديد وفيديو جديد اخواتاتي، نتمنى الفيديو ينال اعجابكم ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ونهار جديد البنات، ونبداو كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات غنخرّجكم معايا نخرّجكم عن الروتينات ديال الدار يا اختي، وعن الشقة ديال الدار والطياب ديال الدار. نتوما عارفين راه داك الشي طلع يا اختي في الراس. قُلت نخرّجكم هكا معايا، نضرب بكم واحد الدويرة هكا يا اختي في الشوارع كما كتشوفوا، نديكم معايا فيما المهم أخواتاتي فيما مشيت غنمشيو معايا فيما مشيت. المهم فيما مشيت غنصور لكم إن شاء الله بإذن الله، إلا كان هكا الزحام ولا كانوا الناس كتار راه عسيك ما بيديش عليكم، هادشي اللي كاين أخواتاتي. المهم لا نتقاسموا شي حاجه اللي زوينه مع بعضياتنا، وشي حاجه اللي هكا لا نشاركوا مع بعضياتنا ديك الحويجات انهم زوينين وبسيط، نتمنى ينالوا اعجابكم. انا خواتاتي راه عييت من الدار، عييت من الشقه ديال الدار، الشقه لا هرب عليه. يعني دير سعاد خرجت صافي، تغدينا البنات، خملت غسلت مويناتي صافي وبدلت وليداتي مع الحاد البنات. يعني الحاد اللي يقول لك الحد ما كاين حاد، يعني الحد ما اللي بقى حتى واحد في الدار، القليل اللي تلقاه في الدار. يعني اكثريه بخصوص دابا وقت الربيع أكترية تلقاهم اللي يخرجوا في الصباح. حنا بعديك في البلاصة اللي ساكنة أنا فيها البنات اللي يخرجوا في الصباح، لأن الناس اللي يكونوا خدامين بخصوص الناس اللي يكونوا خدامين الحاد عاد ما البنات اللي ينوضوا للفطور، اللي يفطروا هكا، والقليل اللي يفطر في الدار أكترية اللي ينوضوا اللي يمشيو اللي يفطروا هكا في الغابة في شي جردة هكا المهم في الطبيعة، ما يفطروش في الدار. المهم الحد والسبت نصبن فيه لا نخمل فيه، هذاك الحد والسبت ضروري ديال التصبين نتخمل. صافي خواتاتي هنا قلت علاش انا ما نخرجش هكا، لان الدار طلعت لي فراسي. والحيوط اخواتاتي اللي يجيبوا الملل الصراحه، مره الانسان يخرج هكا ويبدل الجو. انا كنخرج البنات كنتقاضى كنتسخر، ولكن ما كنخرجش هكا، ما كنمشيش هكا باش نشي حديقة هكا أو نشي جريدة أو هكا نمشي هكا للغابة أو هكا، لا غير الدار. المهم غير السخرة والدار، هادشي اللي كاين أخواتاتي نشاركو معاكم. وهنا البنات راه كنت خرجت أنا وراجلي ووليداتي، المهم شرينا زريعة وشرينا كاوكاو، نتوما عارفين داك الشي. المهم شرينا داك الشي إنه بسيط وصافي، أما ما شريت حتى شي حاجة البنات، شريت زريعة وكاوكاو وديك القرعة صافي، هادشي اللي شريت. مع كنا يلاه تغدينا البنات، هزيت غسلت المواعين ديالي صافي ولبسنا وليداتي وخرجت. هنا البنات راه دوزت من هنايا كاين واحد الجريدة صغيرة، ولكن لقيت فيها الناس هكايا، الناس اللي يديروا الكوتي ديالهم وداك الشيء صافي، فما عندك ما تصور فيها. المهم صافي وطلعت هنايا قلت له ضروري نطلع نهز السكترة. انا لا عجبني البنه نهز السكترة ملي نطلع عليها من الفوق، عرفتوا كنحس بواحد الراحه النفسيه والله. ملي كنطلع هكا كتشوف الطبيعه، كتشوف هكا المدينة. المهم كيبقى يبان لك البشر صغير. المهم البنات، المهم شي حاجة اللي زوينة من هنا كنطلع أنا عليها، كيعجبني الحال الصراحة. هنا صافي راه طالعة البنات عليها، واخا حتى هي لا يكونوا فيها الناس، لا لقيت فيها الناس، ولكن يعني راه كبيرة، هي كبيرة البنات، يعني فيها جوج بلايص. كاين بلاصه اللي يطلعوها كامله بالمواطار هكا، وكاين بلاصه اللي يطلعوها كامله ديال الدروج اللي يطلعوها هكا الناس برجلهم هكا، اللي بغا هكا يفوج او اللي بغا هكا اللي يدوز، لانها القطع هي السكه ديال الترام، فهمتوا البنات؟ يعني الترا اللي يدوز من تحت منا. صافي هادشي اللي كاين اخواتاتي. المهم هنا طلعت، شوفوا على منظر اخواتاتي، شوفوا لي على منظر كيحمق، شوفوا لي على منظر اخواتاتي كيحمق، وراه حداها الغابه، يعني الغابه راه حداها. الجو الصراحة زوين، المنظر واعر البنات، أنا كتعجبني بزاف، لأن هذا ملي كنطلع عليها كنحس هكا بالراحة البنات، كتبقى تبان لك هكا المدينة، الغابة، بزاف ديال الحويجات كيبقاو هكا يبانوا لك زوينين الصراحة. الطبيعة يعني عينك هكا كتلقى عينك فيك تشوف هكا، ماشي غير الحياط والدار الدار. المهم هنا كنبين لكم التران دايزة البنات كما كتشوفوا، عرفتي واحد المنظر اللي يحمق. ملي طلع من هنا اللي يبان لك واحد المنظر البنات كيحمق الخضوريه وداك الشيء واعر. صافي بقينا جالسين البنات شويه هكايا. المهم لا نتعاودوا، نتوما عارفين شنو كاين، ومن هنا نصور لكم صافي. ومن بعد البنات نزلنا محلنا عاود تاني. المهم جلسنا فيه هكا تقريبا هكا واحد نص ساعه، عاود رجعنا محلنا البنات.
المهم الجو واعر البنات، الطبيعة زوينة، زوينة، زوينة البنات، واخا بزاف ديال المدن اللي يقول لك بأن فيهم الشتا وفيهم الآخر، الصراحة أنا البنات تمارا ما فيه لا شتا لا والو، جو عادي يعني جو طبيعي ما كاين لا شتا لا والو، كاين شوية ديال الريح وصافي هاد الشي اللي كاين، أما ما كاين لا شتا خواتاتي لا والو، الجو طبيعي. وصافي خواتاتي هادشي اللي كاين اللي نشاركو معاكم، اللي نشارك معاكم الحاجات الزوينة، وشكرا على التعاليق ديالكم، على اللايكات ديالكم، شكرا بزاف للي خاطيكم، واخا بزاف ديال الناس اللي يدخلوا لي يكتبوا ليا، ولكن اللايك ما يديروهش، ما فهمتش علاش. نتمنى منكم اخواتاتي كما كديروا لي التعليق هكا وتخليو لي كومنتير، خليو لي حتى اللايك، اللايك راه اللي طلع الا الفيديو هكا باش يشوفوه ناس اخرين وصافي هادشي اللي كاين اخواتاتي. نتمنى الفيديو ديالي نال اعجابكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. صافي خواتاتي بقينا جالسين يعني تقربت المغرب هكا، المهم المغرب اذنت علينا في الطريق ملي كنا راجعين. صافي جلسنا هكا مع كانوا الناس تما بزاف البنات، ما يمكنلكش هكا تشد الناس معاك. صافي صورت على البلاصه اللي ما فيهاش الناس البنات. صافي ومن بعد رجعنا للدار البنات، درت العشاء انا وليداتي، تعشينا. صافي ونعس هذا نهار اخر البنات. هنا نوضت البنات، خملت داري، جمعتها، جففت، نتوما عارفين الشقه ديال الدار راه ما يتسالاش، والدار ما شاء الله لا تصبح فما محلوله البنات، لا يصبحوا المخادم مرميين، لا تصبح المواعين، المواعين ديال الفطور خاصهم يتغسلوا، الغدا خاصو يتسلقى، التصبين. المهم الدراري نتوما عارفين شنو اللي يوقع يعني يوم السبت والاحد، يعني اللي يكون شقه كثير. انا بالخصوص انا يوم السبت والاحد اللي يكون عندي شقه كثيره البنات، خصني ندوش ولدي، خصني ندير بزاف ديال الحويجات. وهنا البنات دوزت باش ندير المسمن. هنا درت الدقيق في العجانة، عجناتو ليا اختي يختار خير العجانة. الصراحة البنات كتعاون بزاف، اللي ما عندوش لا عجانة عيو راه العجانة راها كنز في الدار. الصراحة البنات كتعاون. خليتها صافي درت فيها الدقيق البنات، الدقيق اللي عادي مع الفينو، ولكن ما تكثروش الفينو باش ما يجيكمش المسمن ديالكم البنات هكا كما نقولوا محلي قاصح ما مورقش، فهمتوا. صافي هنا عاد تقريبا هكا تقريبا كيلو ديال الدقيقه البنات، مع السميده الرقيقه او الفينو البنات. راه الا بغيتو ديروا السميده ديروا الرقيقه ديروها، بغيتو ديروا الفينو ديروا، انا درت الفينو البنات. صافي خليت العجينه ديالي تتعجنت ليا مزيان، بعد البنات لويتها في واحد الميكا، خليتها البنات وكملت شقايه. وهنا عاد دوزت البنات قطعتها كويرات، خليت عاود ثاني رتحت ليا العجينه ديالي. وهنا دوزت البنات لنطلقها عاديه كما كتشوفوا، يعني عيب بالزبده البنات كما تشوفوا الزبده ذوبتها مع الزيت وصافي. وهنا نرش بالفينو وكنطلق المسمن ديالي. ونتمنى الفيديو ديالي نال اعجابكم اخواتاتي، هادشي اللي كاين. المهم ما شاء الله البنات، هنا راه غندير الملوي وغندير المسمن البنات، غنديرهم بجوج. المهم نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. المهم اخواتاتي اللي نشارك معكم البساطه ديالي والروتينات الاقتصاديه، نتمنى ينالوا اعجابكم. صافي البنات ما شاركش معكم من الاول حتى الاخر باش ما يجيش الفيديو طويل، لان الفيديو فيها 14 دقيقه، وانا بغيت ننقص هكا الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل، باش الفيديو يتشاف. هادشي اللي كاين اخواتاتي. المهم ما شاركتش معكم بزاف، الا واحد جوج هكايا او ثلاثه اللي طلقت هكا معكم وشاركت معكم. المهم اخواتاتي راه كل واحد وحدكتو، راه غير نشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. هادشي اللي كاين اخواتاتي، واخا مشاركها بزاف ديال الفيديوهات، راه عندي بزاف ديال الفيديوهات ديال الملوي ديال المسلمن محطوطين في القناه. هادشي اللي كاين اخواتاتي. المهم نشاركو معكم اليوميات ديالنا وصافي. هادشي اللي كاين اخواتاتي. صافي هنايا راه العجينه ديالي خليتها تدرتح ضروري مني تطلقوا هكا المسمن ديالكم والملوي، بخصوص الملوى البنات اللي يبغي يرتاح، اللي يبغي ضروري يرتاح، لا خليوها حتى شي يرتاح راه ما يتطلقش معك نهائيا ملي عتجي تطلقيه. صافي خليته حتى ارتاح ليا البنات، طلقتهم وخليتهم حتى ارتاح ليا. بعد ما ورقت العجينه ديالي البنات خليتها حتى ارتاحت ليا. صافي وهنا دوزت البنات لنطلق هكا باش نحط في المقيله، عرفتوا اللي يجي واحد الملوي واحد المسمن البنات ما شهيتكم فيه. هنا راه دايره عيميني ملويه البنات، راه ما دايراش ملوي كبير، راه دايره حي صغير باش لو تشوفوا دايره جوج في المقله، راه دايره حي صغير. صافي هنا حطيت جوج البنات باش يتحمروا لي هكا في البلاصه. هنا منين نحط الملوي ديالكم البنات على المقله ديالكم، وانتوما مقابلينه هكا بالقليب وهكا ودهنوا هكا بالزبده باش يتحمر، باش يجي ديك الملوي هكا محمر مزيان. ومنين يكون دقيقه البنات زوين هكايا، ملي كتحطوا هكا الملوي ديالكم كيتنفخ معاكم. منين يكون دقيق ماشي زوين راه ملي كتحطوه ما يتنفخش معاكم الملوي، اللي يبقى الملوي كما حطيتوه ما يتنفخش. عارفوا بان الدقيق راه ماشي زوين،
ملي تحطوا الملوي ديالكم يتنفخ عرفوا الدقيق راه زوينه البنات. صافي هنا البنات حيدت ديك الجوج هذوك ودرت هاد الوحده هذه كما كتشوفوا. المهم البنات الطريقه راه سهله وبسيطه وبالتوفيق جميع المسلمين والمسلمات. راه اي واحد دار قناه ودار هو محتاجه واي واحد دار المهم راه هذه البنات لا تسمى خدمه باش تنوضي هكا. راه ماشي ساهل باش تصوري هكا او ديري شي حاجه وتصوريها، راه صعيبه البنات. اكثر دابا اللي يتفرجوا الفيديوهات يقول لك لا راه ساهله هكا تشعلي التليفون وتصوري. لا راه صعيبه والله الا صعيبه البنات اللي ما مجربينش راه صعيبه. تجي طيبي او عاد تجي ديري مسمن او عاد تجي ديري شي حاجه عاد ديري فيها هكا تقريبا ساعه، عاد ولي عندك ساعه ونص ولا ساعه وتي مازال في ديك الكيكه او في ديك الملويه او في ديك الحاجه البينه. خاصك دوار التليفون مهنا صوري مهنا الاخر مهنا، راه ماشي سهله بخصوص الانسان اللي بوحدو ما عندوش كو يعاونو في التصوير، راه لا تجي صعيبه وبزاف. صافي هنا اللي طيبت البنات كنحيدها وكنحطها وكنرجع كنحط عاوتاني يعني الطريقه راه ساهله للمبتدئات. اللي بغى هكا يدير ميني ملوي راه ساهل ما يتخسر له ما والو. يعني ميني ملوي راه اللي يكون صغير ملوي هكا اللي يكون صغير ما لي يتخسر ما والو ماشي بحال الكبير. صافي خواتاتي هنا غنبدا نقلب فيهم وانا مقابلاهم هكا باش ما يتحرقوا لياش عاوتاني. صراحه اللي يجي واحد الملوي البنات اللي يجي مفتوح اللي يجي مورق اللي يجي زوين اللي يجي البنات ديال تحمر الوجه اللي يجي رائع البنات اللي يجي زوين بزاف يجربوه. يعني ملوي يعني المبتدئات راه ما يخافوش منه هيتا يتخسر له، يعني راه ساهل ماشي بحال الملوي الكبير، اما هذا راه ساهل البنات. صافي خواتاتي هنا غنبدا نحط في المقله ديالي ونقلب وانا مقابله هكا بالقليب ولا ندير له هكا في الزيت مع الزبده باش يتحمر ليا الملوي ديالي من اللوجه ديالو. ملي تحمروا الملوي ديالكم البنات فتحوه، يعني خصكم ضروري تدقوا الملوي ديالكم باش يبقى الملوي مفتوح. انا البنات ما دقيتوش ما تفتح لياش مزيان. صافي وهنا البنات غنبدا ندير في المسمن. انا راه دايره ملوي ودايره مسمن كما قلت لكم البنات. هنا غنبدا ندير عاوتاني في المسمن ديالي ونطيب المسمن ديالي عاوتاني كله. المهم اخواتاتي راه درت واحد الكميه هكا كبيره باش ما نبقاش هكا كل نهار البنات خصني نعجن كل نهار خصني نملوي او نسمن. صافي درت هكا واحد الكميه كبيره هكا باش نحطها هكا في الثلاجه وكل نهار نسخن منه. الصنعة يدير كميه كبيره هكايا باش ما يبقاش كل نهار هكا خصو يعجن كل نهار خاصو يكون يدير ملوي كل نهار. المهم يدير كميه هكا كبيره حتى لا جاو عنده الضيوف هكا على غفله يلقى عندك مضحوط يعني ملوي ولا مسمن. المهم اي حاجه تكون عندك هكا متوفره محطوطه في الثلاجه باش لا خلط عليك هكا الضيف على غفله تلقى ما تحطه. واخا ما شاء الله الحوانات موجودين كلشي موجود، ولكن لا كان عندك ضيف عزيز كتبغي هكا توجد له هكا شي حاجه بيدك انت فهمتي. هادشي اللي كاين اخواتاتي وحنا معروفين بالضيافه والكرم المغربي معروف. يعني ملي يجي عندنا الضيف هكا كنكرموه بيدنا يعني كنوجدوا له بيدنا. المهم اخواتاتي بينت معكم على الملوي المسمن ما بينتوش معكم. صافي اكتفيت بالملوي برك هادشي اللي كاين مسمن البنات كنت جمعت ودرتو هكا في الثلاجه. صافي وخليت الملوي قلت نشاركو معكم هكا كما كتشوفوا. راه البنات اللي يجي مورق هذا اللي يتسمى ميني ملوي اخواتاتي. راه اللي يجي صغير ماشي كبير بزاف وراه اللي يجي زوين البنات واحد التحميره فيه خطيره. المهم ديال تحمر الوجه تقدر تحطو لضيوفك اي واحد بوجهك حمار عرفتوا اللي يجي زوين البنات. صراحه حمقني من ملوي. انا لا تعرفوني البنات دائما لا ندير كلشي كبير يعني ملوي اي حاجه كلنا نديرها كبيره وهذا عجبني بزاف البنات. هذا جا طوب الصراحه غنبقى نديرو. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو اخواتاتي. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم ونتمنى ما نساونيش من اللايكات وبارطاج ديالكم الى جات على خاطركم والكومنتات الزوينه ديالكم اللي تزيد تحفزني باش نعطي اكثر ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله الا بقى العمر طويل. السلام عليكم.